السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نقدم لكم فيه واحد التحليه عباره على كيك بكريمه القهوه. كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف ومناسب للتحليات الرمضانيه. كنتمنى ان الوصفه والفيديو ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه، وبقوا معايا باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اذا على بركه الله، اول حاجه غنحتاجو روبو اولا الطراب الكهربائي. عندي 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. غنضيف عليهم 200 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس ديال العنبه والثلث. غادي نضربهم على اعلى سرعه حتى يتضاعف ليا الحجم ديال الخليط ويولي اللون ديالو مائل الابيض كما غادي تشوفوا، وكيولي كريمي وكثيف بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف عليهم 4 كاس ديال الزيت النباتيه و4 كاس ديال الحليب. ماشي ضروري تستخدموا الكاس ديال العنبه، اي كاس عندكم كتشربوا به اتاي ولا القهوه نستخدموه. هي 4 كاس 4 كاس. وغادي نخلط بحركه دائريه من الاسفل للاعلى. كما قلت لكم 200 غرام ديال السكر، كاس ديال العنبه كيهز 150 غرام، يعني كاس مع الثلث ديال كاس اخر. من بعد ما خلطت داك الزيت والحليب غادي نضيف 200 غرام ديال الدقيق. الفورس اكيد الخاص بالحلويات كنغربلوه ضروري وكنضيفوه بالتدريج حتى هو نيت بحركه دائريه من الاسفل للاعلى. الفورس يعني تقريبا الناس اللي ما عندهمش الميزان فكيعادل 2 كؤوس ديال العنبه اولا اي كاس تشبه العنبه. صافي هنايا غنكمل بنفس الطريقه، كنضيفوه غير شوي 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 وكتحركوه غير بشويه من التحت للفوق، حيت هذا الكيك هذا ما فيش الخمارات. داكشي باش داك الهواء اللي كندخلوا ليه هو باش كيتنفخ لينا في الفران. صافي من بعد غيكون موجده المول ديالي، القطر ديالو 22 سنتيمتر. دهناه بالزبده اولا بالزيت ومغلفاه بالورق ديال الطهي. كندخلو الفرن الكهربائي درجه الحراره 200، شعل عليه غير من التحت حتى كيطيب الكيك وكيتحمر بوحديتو. ما تحتاجوش كاع انكم تشعلوا عليه من الفوق، هو كيتحمر بوحدو واخا نتوما شاعلين عليه غير من التحت. وكنحطو في اول رف من التحت، الرف الاولاني من التحت. وقبل ما ندخلو الفران فكنضربو مع سطح العمل باش نحصل على سطح مستوي. بالنسبه للفرن ديال الغاز فالعافيه تكون متوسطه وتوا شاعلين عليه غير من التحت. وسوا استخدمتو فران ديال الغاز او فران ديال الضو يكون مسخن من قبل. انا بعد ما خرج غنقول لكم الطريقه كيفاش نخرجوه من الفران، غنقولها لكم من بعد اثناء الفيديو مباشره. فاش كنخرجوه كنحيدوه من المول وكنحيدوا ليه الورق ديال الطهي. وهنا انا غادي نعاود نقلبو نخليه على التحت ديالو، ما تخليوش على وجهه باش داك الوجه ديالو ما يتعجنش. صافي دابا غادي ندوز باش نحضر واحد القرمشه غتكون في الكيك. عندي واحد 40 غرام ديال الشوكولات دايبه. استخدمت الشوكولات بالحليب، شوكولات نوعيه مزيانه، شوكولات غيش. زدت عليه معلقه كبيره ديال البراليني، ممكن تستغناو عليها او تعوضوها باملو او ما ديروهاش الا ما عندكمش. وغادي نضيف عليه واحد 40 غرام ديال الفيتين. هنايا الشوكولات دوبته انا مباشره في الكاسرونه على النار، يعني ما درتوش في حمام مريم. ضفت معاه واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، هي اللي كتخليه ما يتحجرش وكيبقى هكاك. وبالنسبه يعني الشوكولات خليوه تيبرد عاد تزيدوا عليه الفيتين. ما تزيدوش عليه الفيتين وهو سخون، يعني الشوكولات غير تشرى الا برد راه ما كيتحجرش. داكشي باش خليوه تيبرد، ما تزيدوش عليه الفيتين والشوكولات سخون، لانه غير الا زدتوه هو سخون غادي يدبل لكم داك الفيتين وما يبقاش مقرمش. صافي من بعد غادي نلبسو بداك البراليني مزيان وبداك الشوكولات مزيان ونخليه على جنب. وغادي ندوز باش انني نحضر كريمه ديال القهوه. كما شفتوا هنا درت ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان، نسكافيه ولا اي ماركه عندكم. ضفت عليها معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الماء، وغادي نطربهم مزيان تنحصل على واحد الكريمه اللون ديالها قهوي فاتح. هانتوما غتشوفوا الكريمه اللي غادي نتحصل عليها. انا بالنسبه لداك الشوكولاط والفويتين كتشريهم بالعبار مع الناس اللي كيبيعوا على وزن الحلويات، تقريبا تما شي 3 دراهم ديال الفويتين وشي 3 دراهم ديال الشوكولاط.
ولكن المذاق راه كيجي خطير. صافي هنايا كملت انني طربتها كما كتشوفوا. هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. غادي نخليها حتى هي على جنب، وهنا غادي ندوز عندي 4 لتر ديال الكريمه السائله ديال العبار. استخدموا الكريمه السائله العبار، راه كتجي احسن 100 مره من الكريمات الاخرين. كنضيف عليها معلقه كبيره ديال السكر سنيده لانها كتكون مسوسه. غادي نضيف عليها كذلك واحد شويه ديال الفاني بودر. هذا الفاني بودر كنصحكم انكم تاخذوه احسن من الفاني ساشيات. ديروه في الحلويات بحال هكا ديال لا كريم، ديروه في لي طارت، ديروه في دوازاتاي، في اي حلوه كيعطي واحد النسمه واعره بزاف. صافي وغادي نطرب الكريمه ديالي. ما عندكمش الكريمه السائله ديال العبار، خذوا علبه اللي كتباع الكريمه السائله ديال 200 ملل، راه كافيكم لهذا الكيك. اولا خذوا البودره ديال كريم شونتيي، علبه وحده ديال 200 غرام وطلعوها. ما صراحه ما عقلتش شحال فيها، واش 200 غرام وحال واش فيها 200 غرام، فيها وقيلا شي 100 غرام. طلعوها بكاس ديال الحليب، راه كافيكم لهذا الكيك. صافي هنايا بعد ما طلعت لي قربات تطلع ليا لا كريم، ما طلعتش مزيان، راه وريتها لكم، هي قربات تطلع. زدت عليها ديك الكريمه ديال القهوه وخليتها تكمل الطليع ديالها. انا كما كتشوفوا اللون ديال الكريمه كيجي بلون كاسي، وراه واحد المذاق كيجي فيها راه واعر بزاف. انا بعد ما بردت ليا الكيك مزيان، خليو ضروري يبرد مزيان، كنجيب واحد المنشار اولا شي موس عندكم ماضي مزيان وكدوزوه من الجوانب، كتحددوا الطبقات. من بعد كنجيب واحد الخيط العادي وكنبدا كندخلو وكنجر حتى كنحس براسي قربت نوصل للحافه، وكنعكس الخيوط ونعاود ندفعهم للداخل. هانتوما كنحاول انني نوريكم. هنا كنعكس الخيوط ونعاود ندفعهم للداخل. هذه الطريقه دي كتخليكم تحصلوا على طبقات اللي متساويين ومقطعين مزيان، ماشي وحده طالعه مثلا فوق وحده نازله لتحت. وكما قلت لكم الكيك ضروري يبرد مزيان، عاد انكم تقسموه. انا هنا قسمتوه على 2، ممكن تقسموه على 3، كيجي رطب، كيجي المذاق ديالو خطير. انا صراحه ماشي من المحبين ديال القهوه، وما كنشربش القهوه نهائيا، وما كنقرب كاع لجيتها، ولكن هذا الكيك هذا راه شي حاجه ما نعاودش لكم، كيجي رائع. وتا السكر ديالو راه ما كيجيش كثير، كيجي هو هذاك في الحلاوه. صافي هنايا كنسقيه بشويه الحليب. ديجا الكيك عندي رطب، كنركز على الحواف شويه، وكان غير رشيشه داك الوسط ديروا ليه غير رشيشه، ما تكثروا كاع. انا كنبان لكم حيتاش مزربه الفيديو، انا راه ما كندير حتى رشيشه مقاده، شويش. ممكن داك الحليب تنكوه بالفاني اولا بالقهوه اللي بيتو. بالنسبه للطياب، رجع لكم الطياب ديال داك الكيك فاش كيطيب، وباش تعرفوه طاب خشيو فيه عود، ولا خرج نقي راه طاب، ما خرجش نقي راه باقي خصو الطياب. ما تحلو عليه الفران تدوز تقريبا واحد نص ساعه. الحاجه الثالثه انكم فاش يطيب صافي تعرفوه راه طاب، طفيو عليه الفران، حلوا الباب ديال الفران وخليوه 5 دقائق، عاد خرجوه ومباشره حيدوه من المول فاش تخرجوه. يعني حلوا عليه باب الفران وسدوا عليه العافيه، خليوه 5 دقائق بالحساب، عاد خرجوه ومباشره حيدوه من المول، وحيدوا ليه داك ورق الطاي في الجناب وحطوه على التحت ديالو ماشي على وجهه، باش وجهه ما يتعجنش لكم. كنتمنى انني يعني نكون عطيتكم الشرح هو هذاك مقاد. وكما قلت لكم بالنسبه للطيب راه كنشعلوه عليه غير من التحت، راه وجهه كيتحمر، والفران يكون سخون من قبل. صافي هنا كما شفتوا يعني خليتكم مع الطريقه كما كتشوفوا. درت لا كريم، درت داك القرمشه كتجي عرفتي كيجي واعر بزاف، وحق الله زعما كيجي شي حاجه واعره. صافي هنا هي الطبقه الثانيه درتها، كنسقيها حتى هي بشويه ديال الحليب غير في الجوانب، لانه كتعرفوا الجوانب هما اللي كيطيبوا بزاف في الفران. صافي وغادي نخشيه يبرد، سواء في الا كان عندكم يعني الكونجيلاتور خشيو فيه، ولا الثلاجه لتحت. انا خشيته في الكونجيلاتور غير واحد نص ساعه وجبدوه، يعني اللي شد راسو. انا درت ليه الاطار، ما عندكمش اطار ما ديروش، ماشي ضروري. صافي غادي نزير عليه ونخشيه كما قلت لكم. ومن بعد فاش غادي نجبدو غادي نحاول انني نحيدو غير بشويه، ولكن قبل عندي الكميه ديال الكريمه اللي خليت باش نغلف بها الكيك. كما كتشوفوا كانت حتى هي عندي في الثلاجه. الكريمه قبل ما تبداو تليسيو بها الكيك من الجناب خويوها من الهواء، يعني حركوها بحركه دائريه من الاسفل للاعلى كما درت لها انا. صافي هنا الكيك ديالي حيدته من الاطار، وغادي نبدا انني نليسي بهذه الطريقه اللي غادي تبان لكم. كنبدا بالجناب هما الاولين، كنليسي فيهم بشوي بشوي.
بهذه الطريقه باش كيجيني الكيك مسرح وما كيجوش فيه الفقاعات ما حتى شي حاجه. ضروري انكم يعني ديك الكريمه تحركوها قبل ما ديروا بها. غنستمر بهذه الطريقه مزيان، ومن بعد غادي نجيب هاد تنقولها انا اللعيبه، المهم كتباع الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، السراحه ولا اللعيبه. كنسرح بها مزيان الجوانب ديال الكيك ديالي كتعاون الصراحه. ممكن تسرحيه بديك هاد الملاسه نيتي باش كنملس الكيك من الفوق. صافي هنا كما كتشوفوا هذه هي الطريقه اللي كندير انا باش كيجيني الكيك منقاد من الجوانب، ما كتجي فيه حتى شي شائبه ولا حتى شي حاجه. صافي غنستمر بهذه الطريقه ونسرح مزيان، وغادي نخلي واحد شويه ديال الكريمه اللي غادي نخلي نديرها في واحد البوش، وغادي ندير بها وريضات من بعد. صافي هنايا غادي نستمر بنفس الطريقه، وهنا كنملس كنوريكم بهذه الطريقه. بالنسبه للتزيين راه اختياري كما قلت لكم. انا بقات ليا شويه ديال الكريمه درتها هنايا في هذا البوش هذا، وكنبدا انني كندير بها وريضات. راه كتكون شاده راسها غير كتخرج لكم الشكل اللي نتوما بغيتو. كنديرهم عشوائيين يعني في اي بلاصه بانت ليا. كنحاول انني نعمرها. ممكن نتوما ما ديروش نفس الطريقه، يعني ديروه غير في الجناب الدوره ديال الكيك. غنستمر بنفس الطريقه. ومن بعد التزيين عندي غادي ندير فيها انا شويه رشه بشويه ديال الكاكاو، غادي ندير شويه ديال الحبات ديال اللوز، وغادي ندير كذلك شويه الحبات ديال البيستاش. ممكن ديروا اللوز افيلي، كاوكاو مهرمش، ديروا الكوك. ممكن اللي بغيتو نتوما. ممكن كاع هاد الكريمه ديال اللي غتغلفوا بها الكيك على برا، تزيدوا لها واحد المعلقه ديال الكاكاو وتحركوها معاه مزيان. تولي عندكم يعني تولي عندكم الكريمه البرانيه غامقه. صافي هنا غندير رشيشه ديال الكاكاو. ممكن ديروا رشيشه ديال السكر كلاصي اللي بغيتوه. ممكن كاع الجينوازه ولا الكيك اللي درنا ديروه نتوما بالكاكاو. كيفاش غادي ديروا ليه؟ درنا حنا قلنا 200 غرام ديال الدقيق. نتوما ديروا ديك 200 غرام تنقصوا منها واحد المعلقه ولا جوج وتعوضوها بالكاكاو. شريطه ان داك الكاكاو يكون شي نوعيه مزيانه. خذوا داك الكاكاو اللي كيدير 120 160 درهم للكيلو. نتوما تشريو شويه بالعبار على شحال قديتو بالعبار وتخليو عندكم. هذاك كيكون فيه واحد المذاق رائع جدا في الكيك، كيجي واعر في الكيك ما تشبعوش من الكيك ديالو. هذاك الكاكاو اللي كاين كيدير 60 درهم الكيلو، المذاق ديالو ما زوينش كاع نهائيا، كيجيب الكيكه بحال محروقه. صافي هنا كما شفتوا درت حبات ديال البيستاش، حبات ديال اللوز، رشيشه بالكاكاو. هنا جبت شويه ديال الحامض، زدت عليه شويه ديال الملمع البرونزي. يعني كاين الملمع الفضي، الذهبي، البرونزي. انا هنا درت البرونز اللي هو النحاسي، وكنبدا كنرش الجوانب بحال هكا. هي راه الدنيا كترون شويه ولكن كيعطي واحد المنظر اللي مزيون بزاف للكيك. رشيشه هكا بالبانسو. انا هذا البانسو كنترس ليا ولكن مع ذلك كنخدم به. رشيشات ولا ممكن ديروا ورق الذهب مثلا بالجوانب. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كنتمنى ان هذه الوصفه والفيديو ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.